بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما من مطبخ همسة الجزائرية جيتكم اليوم وجبت لكم واحد الوصفة تاع رز اكسبريس سهلة مهلة توجديها في 10 دقائق. نشوفوا مع بعض لي زانغريديون اللي نحتاجوهم. تحتاجي هنا معايا 3 حبات ولا 4 تاع السناريه، اغسليهم نظفيهم نقيهم ووجديهم، حبه بصله كبيره، حبه طماطم ثاني تكون كبيره وخيريها تكون حمراء، نص تاع صدر تاع الدجاج ولا ربع، تقدري ديري لا كونتيتي اللي تحبي نتيا، ماشي شرط بزاف. نحتاجو شويه واحد القيس كاس هكاك تاع جلبانه تكون خضراء ماهيش طيبه، ونحتاجو حبيبات تاع ثوم، قشريهم وجديهم نقيهم. وواش ديري؟ روحي ربي هذيك الزروديه تاعك، ربيها في لاغاب عادي كيما نكونوا رايحين نديروها في السلطه. ربي الطماطم تاعك، ريحي البصل تاعك وعصريهم شويه من الماء، وجيبي الرز هذا الابيض الطويل. انا كيما انا نستعمل هذا النوع هذا المفور تاع الصوص، يعني صراحه ما يتعجنش وما يطولش في الطياب ويقعد مفتول كل حبه وحدها. تجيبي لا كوكوط تاعك، على حنا راح نقولوا روز اكسبريس باسكو شوفوا ما با 7 مينوت يوجد. جيبي لا كوكوط تاعك تكون ثقيله شويه، حطي فيها واحد لا كونتيتي هكا مليحه تاع الزيت، وزيدي الزبده اذا تحبي. انا هنا ما عنديش الزبده ما درتش. حطي فيها اول حاجه، حطي فوق النار. انا هنا جوست باش نصور لكم جبت فوق لو بلان دو طرافاي، مي راني كنت هنا ديجا سخنت الزيت. جوست كي يسخن الزيت تاعك حطي هذوك الطراف تاعك تاع السكالوب، شوحيهم مليح. تحبي تحمريهم، انا هنا ما حبيتش نحمرهم باش ما تجينيش هذيك الكحوليه في الروز تاعي ويقعد ياخذ اللون تاعو الطبيعي. بعد ما يتشوحوا شويه حطي هذاك الثوم، زيدي حطي عليه البصل، زيدي حطي الطماطم وحطي الزروديه، حطيهم كامل مع بعضهم، حركيهم مليح وخليهم فوق النار يتقلاو. هنا انا ما درتش الطماطم كونسونطري باسكو ما حبيتوش يجيني حمر بزاف. اللي تحب دير الرز تاعها ويخرج لها حمر تزيد مغرفه تاع طماطم كونسونطري. بعد ما تخلطي هذوك لي زانغريديون تاعك كامل مع بعضهم، واش قلنا؟ عندنا البصل، عندنا الثوم، عندنا الطماطم، عندنا الاسكالوب. بعد ما تكوني قليتيه في هذاك الزيت تاعك واخذه شويه تحميره، زيدي هذيك الجلبانه. كي تحطي الجلبانه زيدي خلطيهم مليح وقليهم قليهم قليهم حتى ياخذوا العصاره هذيك تاع الطماطم وتاع البصل تخرج مع هذيك الزيت، ودير شويه شغل الصوص. هنا لي زيبيس واش ديري؟ ما تكثريش لي زيبيس، ديري الملح، ديري الفلفل الكحل، وديري الفلفل الاحمر. هذا ما كان بهذا ثلاثه لي زيبيس هادو يخرج الروز تاعك بنين روعه. تحبي تزيدي هنا المعدنوس زيدي المعدنوس، انا ما نحبش المعدنوس في الروز. فوالا غالياتي، شوفوا بعد ما تقلاو لي هذوك لي زانغريديون اللي حطيناهم مع بعضهم، شوفوا كيفاش خرجت هذيك لاصوص. هنا هذه راهي جوست تقليه، انا راني ما مرقتش هنا، ما مرقتش، تقليه فقط. بعد ما تتقلى تخرج لك هذه العصاره تاعها كيما راكي تشوفي فيها هنا. نتمنى ان شاء الله تكون الصوره واضحه وبينت لكم. انا حاولت على قد ما نقدر اني نوري لكم الطريقه كيما يصلح لي باش يصلح لكم حتى نتوما ويعجبكم. تجيبي كاس تاع الروز تاعك يكون يابس ماهوش طايب. انا هنا كيلت بالبول هذا تاع الحليب درت واحد فريد، كاس واحد مقابله تمرقيه بثلاثة كيسان تاع ماء. سخني هذاك الماء تاعك بعد ما تخلطي الروز تاعك مع لي زانغريديون، سخني كاس تاع ماء الاول ضيفيه وزيدي الكاس الثاني ضيفيه، اغلقي الكوكوطه واحسبي جوست وين تبدا تصفر 7 مينوت، طفي عليها النار وما تفتحيش الصفاره، خليها تبرد في روحها وتشرب هذيك المرقه. فوالا حبيباتي، هنا شوفوا بعد ما وجدت، انا ما فتحتش الكوكوطه من قبل، جبتها مباشره فتحتها معاكم. شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام، يعني صدقوني وصفه ولا اروع. توجد في 7 دقائق. انا حسبتها، درت لا مينوتري وحسبتها 7 دقائق فقط وجد الروز تاعي. شوفوا دوك نسربيه معاكم وتاخذوا فكره وتاخذوا النتيجه ثاني بعين الاعتبار وتجربوه ان شاء الله ما تندموش في الوصفه. بسم الله ما شاء الله، يعني سبحان الله خرج تحفه. انا ما نكذبش عليكم، ما نحبش الرز هذاك اللي يجي معجن، نحب الرز تاعي يكون كل حبه وحدها. شوفوا حتى الجلبانه هذيك وداك الاسكالوب كيفاش خذاو منظر ولون يهبل، حتى البنه ما نحكي لكمش والرائحه، يعني سبحان الله.
نتمنى ان شاء الله تكون الوصفه تاع نهار اليوم نالت اعجابكم. ما تنساوش اللايك والتعليق. باذن الله ندير لكم وصفات اخرى تحتاجوها في الحياه اليوميه تاعنا في الغداء ولا في العشاء وتكون سريعه. في امان الله.